السلام عليكم. أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن أبي قحافة، وهو أول من أسلم من الرجال، وأول الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. هو والد عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كما وأسلم على يديه جمع غفير من الصحابة. تولى خلافة المسلمين لمدة عامين تقريبا، وقاد حروب الردة، وكان أول من بدأ بجمع القرآن الكريم. توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفاة طبيعية سنة 13 هجرية، وكان عمره آنذاك 63 سنة، ودفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، دخل الإسلام في السنة السادسة للبعثة، وهو والد حفصة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واستمرت خلافته حوالي 10 سنوات، وهو أول من أسس نظام الدواوين وأنشأ بيت المال. واستشهد رضي الله عنه سنة 23 هجرية على يد أبو لؤلؤ المجوسي أثناء صلاته في المسجد النبوي، ودفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. عثمان بن عفان هو ثالث الخلفاء الراشدين، كما وكان من أغنياء مكة، وعرف بلقب ذي النورين لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية ثم أم كلثوم رضي الله عنهما، وكان من أوائل من دخلوا الإسلام على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأعظم إنجازاته أنه جمع القرآن الكريم في مصحف واحد. وتولى رضي الله عنه الخلافة بعد استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستشهد رضي الله عنه سنة 35 هجرية في المدينة المنورة، بعد ما حصر مجموعة من المتمردين في منزله وهو يقرأ القرآن الكريم، فرضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء الراشدين، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. كان علي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، حيث أسلم وعمره 10 سنوات. وتولى رضي الله عنه الخلافة بعد استشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعرف بالعدل والشجاعة والزهد والحكمة والصبر. واستشهد رضي الله عنه في شهر رمضان سنة 40 هجرية على يد عبد الرحمن بن ملجم أحد الخوارج أثناء صلاة الفجر في مسجد الكوفة، فرضي الله عنه وأرضاه. الزبير بن العوام هو صحابي جليل، وكان من السابقين إلى الإسلام، وأسلم صغير كان عمره 15 سنة فقط. أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوارية، وحواري الزبير بن العوام. استشهد رضي الله عنه سنة 36 هجرية بعد معركة الجمل، حيث قتل على يد عمرو بن جرموز غدرا أثناء اعتزاله القتال، فرضي الله عنه وأرضاه. طلحة بن عبيد الله هو أحد أعلام الصحابة الكرام في بدايات الدعوة، أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه في معركة أحد: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. عرف بالشجاعة والكرم والإيثار والحكمة. واستشهد طلحة رضي الله عنه في واقعة الجمل بعد أن اعتزل القتال سنة 36 هجرية، ودفن في البصرة، فرضي الله عنه وأرضاه. بس قبل ما نكمل، إذا ما مشترك بالقناة انزل بسرعة واشترك بالقناة وحط لنا إعجاب وتعليق. عبد الرحمن بن عوف كان رضي الله عنه من أوائل من أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويعتبر عبد الرحمن بن عوف من أغنى الصحابة على الإطلاق، كما وعرف بالجود والكرم وكثرة الإنفاق في سبيل الله. توفي رضي الله عنه وفاة طبيعية سنة 32 هجرية في المدينة المنورة خلال خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان عمره حوالي 75 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيدة عامر بن الجراح من كبار الصحابة الذين كان لهم دور بارز في نشر الإسلام والفتوحات الإسلامية، وكان أيضا من أوائل من دخلوا الإسلام على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأمين هذه الأمة، حيث كان مثال للأمانة والصدق. فتح بيت المقدس سنة 16 هجرية، وكان له دور بارز في نشر الإسلام في بلاد الشام. توفي أبو عبيدة سنة 18 هجرية بسبب طاعون عمواس في بلاد الشام، وظل يخدم المسلمين هناك حتى وافته المنية، فرضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن زيد كان رضي الله عنه من أوائل الذين دخلوا الإسلام، حيث أسلم وكان عمره 19 سنة، وأسلمت ويا زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عرف بالإيمان والتقوى والشجاعة والإقدام والعدل والصدق. وتوفي رضي الله عنه وفاة طبيعية سنة 51 هجرية، كان عمره آنذاك 70 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه. سعد بن أبي وقاص من أوائل من أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه
أيضا، حيث كان في 17 من عمره. كان سعد من أمهر الفرسان والرماة في الإسلام، وكان قائد المسلمين في معركة القادسية ضد الفرس اللي انتهت بانتصار عظيم للمسلمين وفتح العراق. توفي سعد رضي الله عنه وفاة طبيعية سنة 55 هجرية في منطقة العقيق قرب المدينة المنورة، وكان بذلك آخر من توفى من العشرة المبشرين بالجنة، ودفن في البقيع، فرضي الله عنه وأرضاه ورضي عنهم أجمعين. وبس، هذا كان ويانا المقطع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. اكتبوا لي هل تحبون نفصل في سيرة كل واحد منهم بفيديو منفصل طويل، وأهم شيء إذا عجبك الفيديو شاركه حتى الكل يستفيد، ونشوفكم على خير.